المغرب هو الوحيد بين منتخبات المجموعة الذي غير مدربه. لا أؤمن بالترشيحات الجاهزة ولنا مع المغرب حظوظنا. نواصل نشر مقتطفات من الحوار الحصري الذي أجرته المنتخب مع جون هيردمان مدرب المنتخب الكندي. المنتخب: لن أتوا إلى مباراتك الأولى في كأس العالم أمام الشياطين الحمر لبلجيكا، كيف تتوقعها؟ هيردمان: لا يمكن أن أتوقعها إلا صعبة ومعقدة علينا وعلى المنتخب البلجيكي. صعبة لأنها مباراة افتتاحية وكلنا يعرف ما قيمة هذه المباراة الافتتاحية وما قيمة أن تحقق فيها نتيجة جيدة، وهي صعبة أيضا لأننا سنواجه منتخبا نحترمه لمرجعيته وأيضا لقيمة لاعبيه ومدربه، لكن هذا الاحترام لا يزيد أبدا عن حده، لأننا ندخل المباراة لنفرض على المنتخب البلجيكي أن يحتاط منا وألا يستسهل المباراة. وأتصور أن لنا العناصر وقوة الدفع الجماعية وحتى الحوافز الذهنية التي تجعلنا قادرين على مجاراة المنتخب البلجيكي. لو قلت لي لأي شيء تطمح في مباراة بلجيكا لقلت لك الفوز، لكن التعادل لن يكون شيئا سيئا، بل إنه سيكون لنا أكبر دافع لمواجهة المنتخب الكرواتي في مباراتنا الثانية المنتخب، ثم ستأتي بعد ذلك لمواجهة المنتخب المغربي. ماذا تعرف عن أسود الأطلس؟ هيردمان: كل ما من شأنه أن يساعدني على توجيه لاعبي المنتخب الكندي للحذر من مصادر قوتهم ولاستغلال فترات ضعفهم. لقد قضيت وقتا طويلا في دراسة المنتخب المغربي الذي كان الوحيد بين منتخبات المجموعة الذي غير ربانه التقنية، وهذا متغير كبير لطالما أنه سيترتب عنه تغيير على مستوى منظومة اللعب وعلى مستوى الحوافز الذهنية للاعبين. أتصور أن لكم فريقا رائعا يملك فرديات ومهارات ممتازة، ويمكن القول أن المنتخب المغربي له أسلوب لعب أوروبي أكثر منها إفريقي، بالنظر إلا أن غالبية لاعبيكم حصلوا على تكوين في أندية أوروبية، مع ملاحظة أن اللاعبين المغاربة من أمثال زياش، بوفال، مزراوي وحكيمي يلعبون في مستويات عالية ولهم خزان فني كبير جدا. المنتخب: عندما ستأتون للمباراة الثالثة لمواجهة المغرب ستكون الصورة قد اتضحت. هيردمان: أتمنى أن نبقي قبل مواجهة المغرب على حظوظنا في التأهل، وهذا يتطلب تحقيق نتيجة جيدة أمام بلجيكا أو كرواتيا، وهذا الأمر ينطبق أيضا على المغرب، فنحن نتشابه معهم في المسار. عموما أتوقع أن تكون كل مباريات المجموعة صعبة ومثيرة، وأتوقع أكثر أن تحسمها الجزئيات الصغيرة والتي لا تخلو أي مباراة لكرة القدم منها. المنتخب: هناك من يرشح المنتخبين الكرواتي والبلجيكي للتأهل لبلدور الثاني بناء على معطيات تاريخية وعلى مرجعية مونديالية، وبخاصة على التصنيف الحالي للمنتخبات في ترتيب فيفا. ومدرب منتخب بلجيكا الذي حاورناه قال أن هذه ترشيحات على الورق والملعب سيكون هو الفيصل. هيردمان: لو كانت المباريات تلعب بأثر رجعي استنادا على التاريخ لما كنا هنا ولم نشهد كأس العالم عبر تاريخه الطويل الكثير من المفاجآت التي كانت أحيانا عبارة عن صدمات. إن كانت هناك ترشيحات جاهزة فالمنتخب الكندي سيسعى لتقويضها، وأتصور أننا مع المنتخب المغربي لا نقل حظوظا في التأهل للدور الثاني عن المنتخبين الكرواتي والبلجيكي. كبيرة يا زياش، يا سلام، الله أي نظرة، أي دقة، أي تنفيذ في اللقطة الماضية، وبالتالي المنتخب المغربي يسجل الهدف الثاني، لكن هدف على كيف